الله اكبر. بما اننا حاسين ان احنا لسه في ايام العيد ودلع العيد بقى والاكل اللي بنجيبه من بره والعزومات والكلام ده كله، فقررت النهارده رابع يوم العيد ان انا بقى اعمل اكل خفيف. بما اني خلاص بقى لازم استعد بقى واخش المطبخ تدريجي كده عشان ما اخدش نفسي. عندي هنا ربع كيلو لحمة مفرومة، وعندي كمان ملح وفلفل ومعلقة دقيق. حطيتهم على ربع كيلو لحمة مفرومة، ودي بصلاية وسط بميتها بكل حاجة حطيتها على اللحمة. اللحمة دي بالظبط كانت 257 جرام، يعني ربع كيلو و7 جرام بالظبط على الميزان يعني. وهعجنها كويس جدا جدا جدا. انا هحط البصلايه الوسط دي بميتها، بشرتها بشر ناعم قوي بالمبشره وحطيتها بالميه بتاعتها تمام. معلقه الدقيق هتظبط الدنيا وهتخليها مش هتفك معاكي، يعني لو خايفه ان الميه بتاعت البصل تخلي اللحمه تفك، تقعدي بقى تعجني كويس قوي لحد لما الملح والفلفل والدقيق يتداخلوا كده مع اللحمه كويس جدا. لو عندك كمان بقدونس حطي، بس انا بصراحه ما كانش عندي بقدونس برضو بيديها طعم حلو جدا. بصوا هنا بقى عجنتها كويس قوي وخليت كل التوابل تخش في اللحمه بشكل كويس. بعد كده بقى هجيب يعني هجيب البوله دي وهدخل اللحمه الفريزر او التلاجة بس تتشمع شويه، بس انا هحطها بصراحه في الفريزر علشان يعني انا مستعجله عليها، يعني مش هقعدها فتره طويله. هنا بقى عقبال بس ايه ما اعمل ايه الرز البسمتي بقى السريع. جبت حله على النار وحطيت فيها معلقتين زيت، وكمان هنزل عليها ببصلايه مبشوره كده صغيره. بصوا يا جماعه الاكل ده لثلاث افراد، يعني مش لثلاث افراد، كمان لفردين وفتفوته. يسر دي فتفوته. ف... فابدا يعني احنا ثلاث افراد، فاكيد مش هعمل اكتر من كده تمام. هنا بقى بعد ما البصلايه اخدت لون كده حطيت ورقتين لورا، وحطيت كمان كام فص حبهان وقرنفل. دي التوابل الصحيحه، وهشوحها مع البصله بعد ما اخدت لون تمام. بعد كده بقى ده الرز طبعا البسمتي، انا غسلاه ومصفياه ولكن مش نقعاه، يعني مغسول ومتصفي بس مش منقوع. انا مش بنقع الرز بصراحه وبيستوي بيبقى زي الفل. في ناس بتنقعه برده براحتك، كل حد وليه طريقته. بقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه تمام. هقلبهم بقى كده يعني جامد مع بعض كده، اغلفهم بس بالماده الدهنيه بتاعتهم وبالبصل. وبعد كده بقى هحط البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وشويه كاري وكركم، وكمان شويه بودره زعفران وذره من القرفه. دي البهارات بقى الناعمه بتاعت الكبسه عندي تمام. بحب بقى احطها بقى في الاخر كده، وادي الرز تقليبه حلوه كده علشان كل الحاجات دي تشرب من الرز. وبعد كده ايه، وبعد كده خلاص بقى بديله الميه بتاعته العقد بتاعك الطبيعي جدا، وخلاص بتقفيه بتسيبيه بقى لحد ما بيغلي، بتعامليه خلاص معامله الرز العادي. دي ميه برضو عاديه، لا ميه مغليه ولا حاجه، ميه عادي من الحنفيه عادي، ميه كده من ازازه عادي تمام. بتديله العقد بتاعه المظبوط وخلاص على كده. في رز بسمتي بياخد ميه كتير، وفي رز لا بصراحه انا اللي عندي ده الوسط، مش اللي هو بيحتاج ميه كتير. هنا بقى بصوا كنت طلعت اللحمه من الفريزر، بصوا شبرت ازاي بالظبط، سبتها تقريبا 10 دقايق. دي بقى حته ليا على معلقه زيت تمام، واحط شويه فلفل اسمر، مش هحط ملح لان انا مظبطه الملح بتاع اللحمه تمام. الليا يا بنات لو اللحمه عندك مش متاكده من الدسم بتاعها، حطي معلقه ليا وانت بتعصجيها، او انت يعني بتعجنيها بالتوابل. بس انا حبيت ان انا احط الليا وانا بعصج وانا بصبحها، بتديها طعم حلو قوي، وبتديها لون من بره جميل قوي مع الزيت، وبتديها لمعه جميله جدا. جربوها لو حاسه ان دسم اللحمه عندك مش قوي. انا اللحمه اللي عندي كانت حمرا ما فيهاش دسم كتير، فحبيت ان انا احط حته الليا دي تعزز لي الطعم تمام. بس هقعد بقى اصبع، انا بصبع على المسن بتاع السكاكين. لو عندك بقى سيخ شيش طاووق حطي كام واحد مع بعض وعصجي، او يعني صبعي. لو عندك معلقه مدوره، لو عندك يعني بصي اللي انت تعرفي تصبعي عليه براحتك، عيشي براحتك خالص. انا بصراحه كان بقالي كام يوم نفسي في الكفته المشويه، فقلت اعملها انا في البيت، واعمل جنبها كده شويه رز، ولو عايزه بقى تحمري بطاطس تعملي جنبها سمبوسك شويه مكرونه براحتك خالص خالص، مع شويه سلطه بقى طحينه وشويه سلطه قوطه بتبقى زي الفل. هنا بقى بصوا كنت صبعتها بالظبط الربع كيلو، عمل معايا 6 صوابع حلوين مش رفيعين بقى ولا حاجه. هنا بقى كان الرز بعد ما شرب الميه بتاعته كنت مقطعه بشره جزرايه، وكمان كنت مقطعه قرن فلفل حطيتهم بس ايه يكملوا سوا معاها.
هنا بقى كانت الكفته بتاعتي ولعت عليها الشوايه بس يا بنات، مش النار من تحت، الشوايه بس. وولعت كده فحمايه، بس الفحمايه ما كانتش ولعت قوي برضو لاني كنت مستعجله عليها بصراحه، يعني ولعت من الجناب ولعه خفيفه قوي. حطيتها في ورق فويل وحطيت عليها كده معلقه زيت، ورحت مغطيه في فويل علشان الكفته تشرب ريحه الفحم. بصراحه لو سبت الفحمه تولع اكتر من كده احسن بكتير. هنا بقى بص الرز بقى، عايزه اقول لكم كان فظيع، كان فظيع والله العظيم، طعمه بيبقى هايل. الحمد لله بعمل رز البسمتي حلو قوي. جربوه بالطريقه دي يا بنات هيعجبكم جدا جدا، وخفيف كده وسريع جدا جنب المشويات. قلت بقى ايه، مش عايزه اغسل مواعين كتير، احطهم كلهم في صينيه واحده وارص عليهم الكفته. وكمان كنت عملت شويه سلطه طحينه، وكنت عملت كمان شويه سلطه قوطه، سلطه خضراء يعني. واكلنا وشبعنا بقى، وكانت اكله زي الفل ومفيش مواعين كتير. وبصوا مش قادره اقول لكم كان طعم الكفته حلو ازاي، طعمها كان حلو قوي بجد. جربوها يا بنات بالطريقه دي حلوه قوي. ولو انت اللحمه بتاعتك زي ما قلت لك دسمها قليل، حطي حته ليا. ولو مش عندك ليا خلاص عصجي بحته، لا بحته سمنه كده وبحته زيت وشويه زيت صغننين زي الفل، وهتاكلي احلى اكل من البيت، احسن من بتاع الشارع 100 مره. ايه رايكم بقى؟